ساندويتش مرقاز بزاف بنين وسهل وسريع مع الوصفه تاع التوميه ما فيهاش بزاف الزيت، حوالي 2 ملاعق برك تاع الزيت، صحيه وجات روعه وتجيكم كميه كبيره. نبداو بالساندويتش ديالنا. في المقله ما نديروا لهاش الزيت، ما نديروا لها والو، نحطوا المرقاز تاعنا، تحبوا تاع الدجاج ولا تاع اللحم، انا درت تاع اللحم، وطيبوه مليح وقلوه. من بعد كي طاب نحيتو المرقاز ونحيت هذيك الزيت قاعيتك اللي تلقاها، خليت شويه برك، درت حبه تاع بصل، حبه تاع فلفل، 2 حبات تاع الحار، قطعتهم بهذاك الشكل ومع الملح، وراح نحطهم على النار قليله يطيبوا. لصلصه الثوميه نحتاجو كاس تاع الماء، 2 ملاعق كبار تاع لا مايزينا نشا، ونحطوهم على النار يطيبوا ويعقدوا. شوفوا كيفاش يولي القوام تاعها. نحطوها في طبق ونخلوها تبرد، بعد ما تبرد نحطها، نزيد لها 2 ملاعق تاع الزيت، ما تكثروش الزيت، تحبوا ما ديروش الزيت تقدروا تستغناو عليها. زدت لهم علبه تاع الجبن الطازج الطبيعي اللي نقولوا له بتي سويس، وعلبه تاع ياغورت الطبيعي، ملعقه كبيره تاع الجبن، تحبوا ديروا تاني تحبوا ما ديروش، اذا حبيتوا ترجعوها صحيه ما ديروش الجبن، الملح، الخل، تحبوا ديروا قارص، و2 سنينات تاع الثوم، وخدمتهم قاعيتك بلو بغا. هاوليك القوام تاعها كيفاش يجي. الملح والقارص ولا الخل ديروا على حسب الذوق ديالكم. هنا بعد ما الفلفل تاعي طاب يعني دبل قاعيتك مع البصل والحار، عاود قطعت هذاك المرقاز، زدت لهم بطاطا كنت قليتها، انا درتها في القلايه الهوائيه، رشه معدنوس وبصل اختياري. عمروا الخبز تاعكم بالثوميه وبهذا الحشو وبريسيوه وبصحتكم.